هعمل معاكم النهاردة احلى تتبيلة للفراخ، بجد هتعتمدوها طول الوقت لانها سهلة وسريعة ومبتاخدش وقت، وبتطلع الفراخ كده طرية جدا وليها صوص كده وجوسي وطعمها يجنن. انا هنا استخدمت الدبابيس، طبعا ممكن تستخدموا صدور وممكن تستخدموا الفرخة كلها مع بعض وبتطلع برضو خطيرة. اول حاجة معايا بقى التتبيلة، معايا 4 معالق من الصويا صوص الفاتح و4 معالق من الدبس الرمان. طبعا هنا انا عندي وزن الدبابيس 2 كيلو ونص، فالمقدار ده مناسب جدا. وعليهم بقى معلقتين كبار من معجون الصلصة الجاهزة، وهنزل بقى بالتوابل، هكتبها لكم تحت في الكابشن عشان ما انساش حاجة. بعد كده بنزل بقى بربع فنجان من الزيت، انا هنا حطيت زيت نباتي، ممكن طبعا تحطوا زيت زيتون المتوفر عندكم. ومعايا بقى من 5 ل6 فصوص من الثوم، هرستهم كويس جدا. انا عايزه اقول لكم بقى الثوم في التتبيله دي بجد بيدي طعم خطير، يعني حاولوا ما تستغنوش عنه. وهنزل بقى كده بمعلقه كبيره من الخل، ممكن نستبدلها بليمون. هقلب بقى التتبيله كويس جدا مع بعض، وهضيف بقى الملح اخر حاجه. وهيكون معايا بقى الفراخ غسلها كويس جدا جدا وكمان منشفاها، انا مش عايزه فيها ميه خالص، انا عايزه التتبيله تمسك فيها كده وتشرب كده من طعم الصوص. هفتحها كمان كده بالسكينه بالشكل ده كده، وابتدي ان انا ارصها بقى جوه التتبيله وادعكها كويس جدا وادخل التتبيله جواها. احلى حاجه بقى في التتبيله دي انكم هتشتغلوا بيها على طول من غير ما تسيبوها تتبل ولا اي حاجه، هتشتغلوا بيها على طول لانها هتشرب كل التتبيله. معايا بقى بصل كده، انا هنا على 2 كيلو ونص من الدبابيس حاطه كيلو الا ربع من البصل، مقطعاه كده شرايح، ونزلت عليه بقى بملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره من السماق، بيدي للبصل لون ومزازه كده خطيره. وهنزل كمان بقى فلفل حامي، ممكن تستبدلوه فلفل رومي. هرص بقى الفراخ على البصل، وهنزل بقى بباقي التتبيله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وتفضل بقى معايا كام قطعه كده من الفراخ، هحطها بقى في علبه محكمه الغلق كده، وهقفلها كويس جدا وهدخلها الفريزر. وقبل التسويه بخرجها وبسيبها تفك تماما، بعد كده بدخلها على الفرن. هجيب بقى معايا ورقه زبده بلتها كده عشان بس الوش بتاعها ما يلزقش في الفراخ، وهحط بقى عليها الفويل. بدخلها على فرن درجه حراره 220، لازم الفرن يكون ساخن من قبلها. بعد كده بسيبها بقى اول نص ساعه على درجه حراره عاليه، وبعد كده بهدي النار على درجه حراره 180، بتقعد ساعه الا ربع كمان. وبخرجها بقى كده بدهنها بنفس الصوص من على الوش كده، وبدخلها تحت الشوايه لمده 10 دقايق. بجد خطيره، ريحتها تجنن، طعمها خطير وسهله وسريعه ومستويه جدا من جوه، وطعمها بجد حلو قوي. جربوها وقولي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.